ماتش الاهلي والزمالك بكره. انا بقول لجمهور الاهلي ما تطمنش قوي كده. يعني ما بلاش الثقه الزايده قوي عن اللازم دي. الزمالك بكره هيلاعبك، هو مش في دماغه حاجه، كسبان ماتشين ورا بعض، ما عندوش اي دوافع غير ان هو يكسبك. البطوله الوحيده اللي هو مستنيها السنه دي ان هو يكسبك. انا مشكلتي مش مع الزمالك، مشكلتي مع الاهلي، الجمهور واللعيبه. كلنا واثقين قوي ان الاهلي هيكسب بكره، وكلنا مش خايفين من الزمالك خالص. انت بتحلم، احنا في نفخه كدابه مسكنه كده خايفين نقوم منها على كابوس. انا بالنسبه لي انا كتامر، مكسب الزمالك اهم من بطوله افريقيا. مكسب الزمالك اهم من الدوري العام. الناس دي بكره نازله مش في دماغها حاجه، وعندهم اعداد نفسي كده دلوقتي مش شغالين عليه. انت ما عندكش حاجه تخسرها فانزل العب. يا ريت الناس توصل للمرحله ديت ان هم بكره الزمالك نازل مش باكي على حاجه خالص غير ان هو عاوز يكسب. انا اتمنى ان الاهلي يكسب 9-0. قد توقعاتي من يومين ان هو فوق الثلاثه، بس اللي انا شايفه دلوقتي واللي بيحصل، في عندي شغال من جمهور الاهلي لجمهور الزمالك، ده قلقني. وهنيجي نتكلم ليه دلوقتي هو قلقني ليه. الاهلي مريح قوي واعصابه هاديه قوي، كسبان افريقيا كسبان دوري، بس هم مش عارفين ان اهم من بطوله افريقيا وبطوله الدوري عندنا اننا هنكسب الزمالك. فيا ريت نلعب، ناخد الامور بجد، لان الماتش ده بجد انا خايف منه. اول مره اخش على ماتش الاهلي والزمالك وابقى خايف منه، مع ان شاء الله هنكسب، باذن الله هنكسب يعني. اتنين بقى، رساله للكابتن محمود الخطيب، الاسطوره اللي انا بحبه يعني. احنا امام عاشور هيفيد لنا ايه يعني؟ هيضيف للاهلي ايه؟ الصداع اللي احنا فيه ليل ونهار بسبب امام عاشور دوت، مش كفايه اللي احنا شفناه من ورا كهربا. كهربا لعيب كبير، فادي النادي، فادي النادي، بس احنا في صداع يا عم، ليل ونهار كهربا، ليل ونهار كهربا. ولا احنا حابين الصداع لنفسنا؟ هو امام عاشور احسن من مين؟ اتفرج على ناصر ماهر النهارده عامل ازاي، اتفرج على محمد محمود عامل ازاي، اتفرج على عمار عامل ازاي، اتفرج على كريم نتفت عامل ازاي. ومع ذلك احنا الناس دي ما خدوش فرصه في الاهلي وانت مشيتهم. صلاح محسن النهارده عامل ازاي وجاي ترجعه تاني؟ ايه، برينو سافيو النهارده بيجيب اول جمعه مع فرقته، كان نجم النهارده. لما تشوف الملخص بتاع الماتش، نجم، ما خدش فرصته معاك. اليو بادجي ما خدش فرصته معاك. انت راح تجيب امام عاشور، هيفيد لك ايه امام عاشور؟ ده انت قطاع الناشئين عندك مليان. وبعدين المبادئ يا عم محمود اللي هم ذللنا بيها، يقول لك الخطيب والمبادئ، الخطيب ومبادئ. طب ما ترجع رمضان صبحي، هو اولى. ده ما عملش ربع اللي عمله امام عاشور. امام عاشور رفع رجله بالجزمه على دماغ وليد سليمان في نهائي السوبر، بس للاسف احنا بننسى. وليد سليمان اللي شتم صالح سليم، وليد سليمان اللي هو اللي شتم حسن حمدي وشتم الخطيب وشتم احمد شوبير. الجمهور بكره ليه رد، ما تستغربش. جمهور الاهلي رافض صفقه امام عاشور، مش هتفيدنا في حاجه. وبعدين انت داخل صراع جديد، انت مضي احمد فتوح من بدري، من ساعه ازمه محمد مرتضى منصور، وبتجري ورا مصطفى فتحي دلوقتي. انت بتثبت للناس ايه؟ ان احنا ما عندناش قطاع ناشئين وما عندناش لعيبه وفرقه الكوره فاضيه عندنا؟ لا، انت قطاع الناشئين عندك مليان. ابن سيد معوض اديله فرصه، ادي الشباب الصغير اديله فرصه. الناس اللي انت مطلعها اعراض دي كلها اديها فرصه. شوف ميسي عامل ازاي بره، شوف البدري عامل ازاي بره. الناس دي لعيب الكوره وحريفه. كريم نيدفيد النهارده رقم واحد في تشكيله فويتشر وبتحط تحت كل الناس. الوقت مش عاوز يرجع الاهلي، عارف اللي بيحصل في الاهلي. كريستو انت مش عاوز تلعبه على مزاجك، كندوسي جايبه وراكنه، مش مديهم حريتهم هم ياخدوا راحتهم في الملعب. انا خايف بكره من ماتش بكره، وبقول لمحمود الخطيب زي ما انت مسامح مع امام عاشور قوي كده، طب ما ترجع الحضري بقى وترجع حسام ابراهيم وترجع رمضان صبحي. رمضان صبحي اولى يعني، اولى من اي حد ان هو يرجع.
ما عملش ربع اللي عمله امام عاشور. انا خايف بكره من ماتش الاهلي والزمالك، لو اللعيبه نازله في دماغها ان الزمالك فرقه واقعه، فرقه فاضيه، ما خدوش حاجه السنه دي، فهم بطولتهم السنه دي ان هم يكسبوا الاهلي. السلام عليكم.